مسلسل الكينج لمحمد إمام. خش يا كينج فعلا. اللي قدامك ده ما كسبش ولا حاجه في حياته، لا فلوس ولا عيشه ولا تعليم. ابعد يلا. هنا بدايتها خناقه بالانابيب ومولعه، يعني انبوبه مولعه. احنا داخلين على شغل جامد على فكره يا فنان يا كينج مصر، والله داخلين على شغل جامد. تخش ودي. ما اكيد مش هتفضل مكشرنا كده على طول. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. مدغدغ يا بت يا لهوي قوي يعني والنبي. لا ايه بقى دي حبيبته بقى عليها في المسلسل، بس يا حته حلوه. ودي يا بنت احنا في ملاهي. الرزاق باعت لك ملاك ب100 أسد. الفنان بيلعب ملاكمة، فأكيد هنشوف شوية أكشن جامدين. محمد إمام لما بيلاكم اوعى من الألالم. الألالم بص كلها هتاخد بوليه في وشه هيتألم. ألالم فعلا. ايه المصلحه؟ حمزة اخويا بس عدوي. هو ومصطفى خاطر الاتنين منهم عليهم يكونوا صحاب، وبعدين هيحصل بينهم مشاكل فيقفل بعض بالسلاح زي ما انتم شايفين كده. اعمل نفسك غلبان وانت جامد. كده بقى من الواضح هتكون أخته، على ما أعتقد يعني أخته. بقى هيحصل بينهم برضه حكايات والكلام ده. فداخلين على حاجة جامدة أوي يا جماعة في رمضان. بس ما تعملش جامد وانت غلبان. انا ما بشوفش في الدنيا دي كلها ستات غيرك يا هدى. لا واضح مفيش صراحة ستات تعمل الحركة دي عليها في زمزم جابت سكينه المغرزتها في قلبنا كلنا. انا حامل من اكتر. هنا بقى أخته باين عليها هتتجوز. يعني الراجل ده يعمل حاجة تمام، وأخته هتتجوزه غصب عنها باين، وهيعيشوا مع بعض. هنلف يعني في حكاية حلوة. الراجل كرهته في حياتي. انا لولا مسكت ضبط النفس انا كنت فرمتها. حطيتني في كفه وحطيت امي واخويا في كفه وانا اخترتهم هم. انا جاي لك بخير كتير قوي. اخوك شكله مغوط في الشمال لحد كتافه. هو بقى فعلا كده غوط في الشمال. احنا شفنا سلاح وفلوس وادي اثار كده، ناس مخدرات وتجارة اعضاء، وكده يبقى عندنا مرحلة الطب. ايه ده؟ بقى مصطفى خاطر وعائهم في حكاية، حتى رياكشن البصة بتاعته هو جاهز يضرب، لكنها طلع المسدس واداها. اجروا بقى. فارس كان عاوز يشغلني جاسوس على حمزة الكينج، وانت طبعا رفضت. لا وافقت. جدع يا حاج، جدع جدع والله جدع. انت عارفه الشروع في قتل عامل كام النهارده؟ معرفش بس الدنيا غلت اليومين دول. والله ما عادش حاجة على حالها. الشرف في قتل مش عارف قد ايه، وقتل مثلا قد ايه، سلاح كذا. مش الدنيا برضه غلت، كل حاجة لازم تغلى يا جماعة. يعني الحاجات دي برضه مش لازم تغلى، كل حاجة لازم تغلى. ورحمه ابويا ما هحل. انت تسمعي كلامي وتقولي امين يا بت. بقول لك انا مش نغه، واللي عايز اعرف اخده بدراعي. قلت لكم هيحصل بينه وبين اخته حكاية، هي دي بقى الحكاية. فلوسي فين يالا؟ واضح ان في واحد هنا قلبه ميت. ومش هتبقى رقبتك لوحدك. واحنا جاهزين لكل طلبات. حمزة بقى كده وقف شوية مشاكل مع ناس بتوع مشاكل فعلا. يعني ايه المشاكل؟ مفيش حاجه غير لما اخد روح اللي عمل كده. مش هسيبك يا حمزه. السكه اللي انت ماشي فيها دي سكه وعره يا حمزه. انا عايز العيلين دول تحت رجلي النهارده. شوية أكشن من اللي قلبك يحبهم والله العظيم. والله شوية أكشن من اللي قلبك يحبهم. من النهارده الخصوص ليها كبير واحد اسمه حمزه الدباح. انتظروا النجم حمزة الدباح في رمضان مسلسل الكينج. دوس لايك واشترك في القناة. ولا ايه؟